اسهل وابسط طريقة للبشاميل، وطريقة سهلة جدا. هتطلعوا معاكي الناعم، هتطلعوا معاكي انسيابي كده مفهوش لا كلكعة ولا فيه تكتلات، ومش هتلجئي للهاند بلندر ولا اي حاجة تفك بيها الكلكعة. هنبدأ بسم الله. هتحطي الدقيق قد السمنة، الدقيق اللي انت عايزاه والدقيق اللي يريحك على حسب الصينية بتاعتك. يعني لو حطيتي أربع معالق دقيق، بتحطي قدهم سمنة، وبتحمريه عادي على البوتاجاز عادي. بس يعني يا دوبك يصفر، الدقيق يصفر، ما تغمقهوش قوي عشان ما يبقاش البشاميل غامق. بس هتصفريه، وبعد ما تصفريه هتشيل الحلة خالص من على البوتاجاز. خلاص احنا مش محتاجين نار، يعني احنا مش محتاجين نار بعد كده. انا حتى هحطلك الحلة على الرخامة عشان تعرفي ان انا مش مولعة عليها. تمام. هو كده، انا بصفر الدقيق، بس انا بحب اهديله النار شوية. خلاص هو كده تقريبا تقريبا الدقيق استوى. اشيله خالص من على البوتاجاز، انا شلته خالص من على البوتاجاز عشان تتاكدي ان مفيش تحتيه نار. عندي بقى اللبن، حطيه يغلي، يعني خلي اللبن على جنب كده مغلي. ولو بتحطي ميه برضو، حطي شويه ميه في الكاتل يغلوا، علشان الميه واللبن هما اللي هيسووا البشاميل، مفيش نار تحتها. فانا بحط كوبايتين، بحط كوبايتين ميه مع اللبن، يعني كوبايتين ميه مع البشاميل، والباقي بحطه لبن. فانت لو هتلاحظي ان انا اللبن بيغلي، بحط اللبن بيغلي. واللي هيفك الدقيق هو سخونية السوائل، اذا كان لبن او ميه. هتبص تلاقيها يعني بتفك واحدة واحدة. دي طريقتي على فكرة من سنين، دي طريقتي من سنين وانا مستريحة لها. انا حتى المية اللي حطيتها المية مغلية، لان الغليان بتاعت السائل ده هو اللي هيسوي الدقيق، مش محتاجة انت نار تحت منه. فطريقة سهلة جدا وبتطلع معاكي نتيجة حلوة قوي. بيبقى بصي ابتدى يفك البشاميل، اللي هتلاقيه ناعم كده وسهل. يعني بيفك مع سخونية السوائل. ابتدى ان هو، وبعدين كمان انت بتتحكمي في يعني السوائل السخنة او المغلية، بتخليكي تتحكمي في كثافة البشاميل او الخليط، انت اللي بتتحكمي فيه، فبيطلع تحفة بصراحة. وبس، وبعد كده انت بتركبي الصينية عادي. انا بس بحط بعد البشاميل، ولا بحط جبنة ولا بحط بيض ولا اي حاجة. انا بحط معلقة كبيرة قشطة، يعني بحط معلقة كبيرة قشطة، ولا بيض ولا اي حاجة. وبتركبي الصينية وبتحطيها في الفرن. اولا ما بتاخدش وقت كبير في الفرن، لان تعتبر كله مستوي.